كسر العظم، السراديب، الجوارح، الزند، الكتف، وأخيرا الأجهر، الأفصع، رامز جلال تحت الأرض. يا زلمة 40 مسلسل، شو بدي ألحقهم كلياتهم يا زلمة؟ أقسم بالله العظيم كتير يا زلمة، لا كتابيا ولا نظريا بتلحق هدول المسلسلات. له أهلا، أنتم مين جابكم هون؟ أهلا وسهلا فيكم. ولا قاسم، أعطينا انترو بسرعة، ما نطول الشباب، في عندهم دزينة مسلسلات راح يتفرجوا عليها. بسرعة هات الانترو لك. اهلا وسهلا فيكم. يا زلمه، شركات الانتاج بتقلب مثل انتاج الارنب على بص مسلسلات بشهر رمضان المبارك. لك 10 و20 مسلسل عادي واحد بيلحقهم، بس 40 مسلسل ايش بده يلحقهم؟ يلا لك ما بيأثر، عمي ما بيأثر. اتحاش بالمسلسلات لقلك اتحاش، صار الشاشات كتير كبيره، بلازما ما شاء الله هيك قده، بس على كل المسلسلات. عمتي فطومه عندها شاشه قد الحيط ما شاء الله 1.5 بوصة. عمتي فطومة محترمة وطيوبة وست بيت وأم مثل السكرة، لكن عندها علة وحدة ما في غيرها، تكبر مثل طشت الغسيل برمضان، ويلي هي بتشم المسلسلات شم أو بتحس عم تاخده بالوريد العضلي. لك بتفكرها ناقد درامي يا زلمة، مثل أنا مورو أو إليز ستار. مو محبة بالدراما ولا بالاكشن ولا بالرومانسية ولا بالفن كله على بعضه، لا اطلاقا وبتاتا، انما بس لتشبع الفضول تبعها. يعني عن طريق المسلسلات هي بتحس حالها قاعدة ببيوت العالم يلي عم تتمثل فيها وعم تتجسس عليهم. ايه الله يذكرك بالخير يا عمتي فطومة، لما كنت تقعدي وتكتبي خطط مسلسلات رمضانية وتكتبي مسلسلات والتوقيت العرض تبعها، وتعرفي بأين قناة بأين ساعة رح تعرض تديك المسلسل، وتبلش تشطب المسلسل يلي بتشك انه ما حلو من اسمه بس. بتقول انه هذا نفس التوقيت، هذا بتشطبه بتلحقه بعد رمضان لا تخاف. ولما تقعد جنبك تتفرج على مسلسل، يمين معظم تقول انا المخرج او انا الكاتب المسلسل، لسه ما صار شيء بالمشهد اللي بعده بتسألني عجب ليش هيك، عجب مين هذا، ليش ضربه، ليش اخذ السك. لك يا عمتي ما انا عم بتفرج انا وياكي سوا، ما بعرف، هي اول عرض لها، ما بعرف شو بده يصير بعد المشهد، ما عدا المسبات والحقد والكره اللي بتكون الممثل الممثلين اللي بياخذ دور الشر. اما لما بتشتهي بدها تشرب شيء، استنى لحتى تصير اعلان، اول ما يبلش الاعلان تركض لك راكض على المطبخ مثل ميسي، بين الكنباية بين الكراسي بين الممر، ميسي يراوغ الى المطبخ، ميسي يلف الكوع الى المطبخ، ميسي يراوغ مرت عمي من تاني جهة، ميسي يقود الهدف، ميسي يمسك الكاسة، ميسي يصب الشاي، جول. لبين ما توصل على الغرفة ولسه الدحاية ما خلصت. الله يرحمك يا عمتي لما جدي الله يرحمه سفك بكاس المي على قفا راسك، لانه انت بتتفرج على المسلسل بدل ما تحط اللقمه بتمك حطيتيها اللقمه بعينك. لهيك انا خليت برنامجي بعد الساعه 9 بيكونوا اكلتوا وشبعتوا وحشيتوا بما فيه الكفايه، وتقعد تتفرج على برنامجي وانتم مرتاحين. ايدكم على اللايك حطوها وعلى زر الاشتراك زحلطوها، وبتعليق حلو كويس مثل حكايتكم اختموها. منكم واليكم، فوزي باذن الله بيوم من الايام راح يسلم عليكم. السلام عليكم. قاسم بشرفك لحقوا.